السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم لي كريب مالحين بواحد الحشوه كتجي لذيذه بزاف، وكذلك عجين ديال الكريب اللي كيعطينا كميه معقوله وكيجيو زوينين بزاف. غنبدا معكم ان شاء الله بالمقادير ديال الحشوه. هنا عندي طريفه ديال الدجاج على حسب الرغبه كل واحد والافراد العائله ديالو، يعني الكميه كل واحد وشحال كيبغي يدير. درت شويه ديال الزيت وبصله مشلضه، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم، وراس معلقه ديال القرفه. كنخليو هاد المكونات كيتشحروا لنا مزيان وكيطيب الدجاج. تقدروا تعوضوا بالكفته او لا بالطون على حسب. هنا عندي بطاطا قطعتها مكعبات صغار وقليتها فريت. هنا بعد ما طاب لي الدجاج كنزولو من ديك المريقه. انا كتجيني هاد الطريقه احسن وكتجيني عمليه وكتعجبني نطيب بهاد الطريقه الحشوه. هنا الدجاج غنخليه حتى كيبرد وغنفتتو من داك العظيمات. هنا غنزيد الخيزو والزيتون مقطع. بعد ما طاب لينا داك الخيزو وشرب ديك التشرميله غنزيد الفريت والدجاج اللي فتت وكاشر محكوك. هذه الحشوه راهي وجدات. غنبدا معكم في العجين. عندنا 2 بيضات وجوج فرماجات، عندنا 3 المعالق ديال الزيت المائده اولا زيت روميه، عندي هنا نص سيترو ديال الحليب، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، وجوج كيسان ديال الطحين. نعاود ناكد 2 كيسان عامرين ديال الطحين. الدقيق الممتاز اكيد. كنطحنوا مزيان في الخلاط، هذا الخليط مزيان. هنا اللقطه باش كنت كنطيب هذه ما صورتهاش. المهم هنا غنوريكم كيفاش كنعمرهم. بعد ما كيطيبوا لينا كنديروا الجهه اللي كتكون محمره هي اللي كنحطوا عليها الحشوه، وكنديروا الحشوه كنطويوها على 4 بحال شكل المسمنه. هادو الطريقه هذه كيجيو بها لذاذين بزاف وبنان. هنايا منين كنطيب فيهم كنوريكم الكميه كتجي رقيقه. كنحاولوا نديروا كميه قليله ديال العجين باش تجينا رقيقه في المقله اكيد مقله ديال الطيفال ما كتلصقش. تقدروا تدهنوها بشويه ديال الزيت، انا ما كندهناش يعني ما كتلصقش ليا. كنخليها حتى كتنشف من الفوق وكنقلبها. النار كتكون دائما متوسطه، يعني غير بشويه بشويه حتى كنقلبوها. كتلاحظوا معايا بحال هاد الشكل. خلاتيني حتى كتحمر من جهه واحد شويه، يعني ما كنخليهمش يطيبوا بزاف. وكنحيدها كنعمرها وهي سخونه باش تسد ليا. ملي كنخليها حتى كتبرد راه ما كتبغيش طوى ليا مزيان اولا ما كتبغيش طوى تبقى لاصقه. هنا غنعاود معكم اللقطه ديال كيفاش كنحشيهم. يعني كندير الحشوه اولا الكميه المناسبه في الوسط وكنطوي عليهم على بحال شكل مسمنه. من بعد ما كنطويهم وكنكمل الكميه اللي عندي قلت لكم كتعطيني واحد الكميه اللي معقوله. كناخذ مقله ثقيله اولا اي مقله نتوما كتقليو فيها، كندهنها بشويه ديال الزيت، ما كنكثرش الزيت. وكنحمرهم على 2 جوايه، يعني ما كنكثرش الزيت. كنحمرهم على 2 جوايه. النتيجه النهائيه ديال الكريب مالحين هي هذه. راه كيجيو محمرين ولذاذين بزاف. ملي غتجربوهم ان شاء الله غتشكروني عليهم، اكيد غتوليو مدمنين عليهم في هذا رمضان الكريم. غتبقاو توجدوهم للفطور ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله يجيكم هذا الفيديو خفيف ظريف وتقبلوا على التصوير، غير يعني داكشي خفه زربان على حسب الوقت كيدركني. وان شاء الله يعجبكم الفيديو. تقولوا لي الاراء ديالكم في التعليقات. ما تنساوش اللي ما اشتركش يدخل يشترك، مرحبا بك معنا في القناه. وبسلام عليكم ان شاء الله الى فيديو قادم.